ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد النهاردة. طبعا لأول مرة تشوف القناة ما تنسيش تدوسيلي لايك وتسيبيلي اشتراك بكلمة اشتراك تحت الفيديو. ويلا بينا نبتدي الفيديو. غايبة عنكم بقالي كتير، بس عندي دور برد شديد جدا جدا بجد هيموتني. عايزاكم تدعولي كده في الكومنتات و تسيبولي كده كومنتات حلوة منكم. تعالوا نشوف النهاردة هنعمل أكل ايه. أول حاجة كده معايا مية، كنت غليتها كده على الكتل، فضيتها كده في الحلة الكبيرة دي علشان هنعمل النهاردة كده بطاية حلوة اوي زيكم. طبعا أنا غسلها كويس ونقعها في محلول النقع بتاعها. أنا بنقعها في ايه، بحب جدا أحطلها دقيق وخل وملح وممكن عصرة ليمونة، واسيبها كده ساعة او ساعتين قبل ما نستخدمها يعني وكده. عايزة اقول لكم بتطلع كده كل الزفارة اللي فيها وبتنضف جدا، وبجد بجد ما بيكونش ليها يعني اي ريحة زفارة خالص. بعد كده بشطفها يعني وكده وبستخدمها. حطيت كده البطاية بتاعتي كده في المية و هسيبها كده طبعا لحد لو طلعت اي رغاوي وكده هشيلها كده على طول. بس هي طبعا عشان منقوعة كويس مش هتطلع معايا حاجات كتير، يعني حاجات بسيطة جدا جدا. وهسيبها كده تستوي. بخلي النار عالية لحد ما المية كده تبدأ تفور كده وتغلي خالص. وبعد كده بهدي النار. طبعا هي دي مية سخنة، بس اول ما اتحطت البطاية النار يعني المية السخونية بتسحبها البطة شوية، فبعد كده لما بتسيب النار بعد كده بترجع تغلي تاني. بس لكن مينفعش نحط اي لحوم او اي حاجة نحطها في مية باردة. مش هتكون مش كويسة. الحاجة هتغيب معاكي في السوا قوي. دي بطية حوالي 2 كيلو ونص او 2 و600. فحلو خالص. وعايزة اقول لكم هتطلع كمية دسامة رهيبة 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 بجد. يعني انا هوريكم لما تستوي كده هوريكم كمية السمنة اللي نازلة منها. بجد بجد صعبة جدا، كانت دسمة بشكل مش طبيعي. بس دي اول حاجة كده معايا قطعت كده بصلاية بس عشان تشيل الريحة يعني مش اكتر، وتخلي ريحة البط بتاعي تكون حلوة والشوربة كمان تكون حلوة ورايقة، علشان لما يعمل عليها طبيخ يعني يكون طعمه حلو. بس عايزه اقولكم انا ما قدرتش اخد الشوربه كده واعمل عليها الباميه على طول، لان بجد كانت دسمه جدا، فبجد ما كناش هنقدر ناكلها بكميه السمنه دي كلها. فكسرتها كده بشويه ميه علشان بس الشوربه بس تخف شويه، لانها كانت تقيله كده جدا جدا. عملت لها بس حبه تفتحات كده في الصدر علشان تستوي معايا، يعني بتاخد متغيبش في السوا، وعلشان اللحم بتاع البطاية يعني يستوي بسرعة. طبعا لازم نقلبها على الناحية التانية علشان تستوي بسرعة. زي ما انتم شايفين كده طول ما اللحم في الورك كده رفع والعظم بال كده هي استوت. شايفين كمية السمنة اللي نازلة منها؟ بجد بجد كانت كتير قوي. انا عمري يعني ما عملت بط بس ونزل كمية الدهن دي كلها. كانت بصراحة منزلة كمية سمنة كتير قوي. فعشان كده زي ما قلت لكم انا صفيتها وكسرتها بشوية مية علشان بجد مكناش هنقدر ناكلها بالشكل ده، فكان لازم ان انا اكسرها بشوية مية. هنا كنت بسخن شوية صلصة كده عندي في الفريزر، طلعتهم يفكوا علشان عايزة البطاية كده ادهنها كده وشها كله كده من بره بالصلصة بشوية فلفل اسود وتوابل كده حلوين علشان تاخد لون ويكون طعمها كده مشوية كده حلو. بس انا عندي مشكلة في فرن البوتاجاز
فرن البوتاجاز بتحمر جزء والجزء التاني لأ، فهتلاقوها هتتلسع في جزء والجزء التاني يكون لونه حلو. فضيت كده الشوربة بتاعتي، بدأت يعني ايه اصفيها كده واخد الرايق منها، وبعد كده ايه انا هزود اصلا كمية من المية عادي من الحنفية، اللي زي ما قلت لان الشوربة دي كانت دسمة جدا. فعشان كده ايه كسرتها كده بشوية مية، وهعمل عليها كده البامية بتاعتي. حطيت فيها كده مكعب كده من المرقة علشان ايه بس الشوربة بس تديلي كده طعم، ولان الطيور عموما بتكون زفرة، فانا برضو عشان اضمن ان ما يكونش فيه ريحة اي زفارة او اي حاجة، فرميت مكعب كده من المرقة. انا زي ما قلت لكم قبل كده وهفضل اقول لكم، ما بلقاش احلى واجمل من مرقة فاين فودز، وجمالها وطعمها بجد بتكون خطيرة كده وتحفة جدا. هعمل كده البامية، وانا مش هعمل حاجات كتير يعني. هسيبها كده لحد ما تغلي كده وتستوي. بعد كده هعمل شوية كده من الرز، برضو هعمل شوية رز علشان يعني ايه يبقوا جنب ال الأكل يعني وكده، طبعا عشان العيال يعني وكده، لأنهم مش هيعرفوا ياكلوا كده على طول، يعني لازم حاجة كده ايه جنبها، يعني زي الرز ومكرونة. العيال عندي بيحبوا كده قوي قوي. بس حطيت كده البامية بتاعتي وهسيبها كده لحد ما تستوي. وطبعا اوقات بجيب كده كزبرة خضرة بغسلها كويس وبحطها كده ايه في الخلاط شوية، واحط عليهم شوية شوربة واضربهم، بعد كده اضيف البامية واضربها، بتكون طعمها حلو قوي قوي وبتديلها لون حلو جميل. وبعد كده ايه جبت كده البطاية بتاعتي حطيتها كده في الصينية دي. بعد كده هجيب شوية صلصة من اللي انا فكيتها من الفريزر، حطيت عليها شوية فلفل اسود فقط ومكعب كده من المرقة، ودهنت بيها كده ايه البطاية بتاعتي. عايزة اقول لكم ادتها طعم جميل وخلت طعمها بجد حلو قوي قوي قوي، وخلته كده مسكر كده وجميل بجد، طعمها كان تحفة. عايزه اقول لكم ما غابتش خالص في السوا يعني. عايزه اقول لكم يعني هي اخدت حوالي ساعة ونص كده على النار، يعني ما غابتش معايا كتير في السوا وكده. بس عشان احنا ايه نقعينها كويس، فده ساعد في عملية السوا. دخلتها كده الفرن بتاعي و هسيبها كده لحد ما تتحمر كده وتاخد لون، وهطلعها كده اكون عملت كده الرز بتاعي. بعد كده هغرف الاكل، وده هيكون شكل يعني ده هيكون الفيديو بتاعنا النهارده، هو مفيهوش حاجات كتير قوي. عملت كده البامية كمان كنت ضربتها على الخلاط يعني وكده. بعد كده هنزل كده بالتقلية بتاعتي علشان اعملها يعني للبامية وكده. حطيت كده حتة سمنة. بعد كده نزلت كده حبة كده من التوم. طبعا زي ما انتوا فاكرين لو رجعتوا للفيديوهات اللي قبل كده هتلاقوني مفرزة معاكم التوم. عايزة اقول لكم بجد بجد بينفعني قوي قوي، بطلع كده وبستخدم كده على طول. ما بيغلبنيش ابدا ابدا. ضفت كده التقلية بتاعتي بتاعت التوم، حطيتها كده، وعايزة اقول لكم البامية كانت خطيرة جدا جدا. قلت بعد كده اعمل حبة رز. نزلت كده بشوية كده من الزيت. في اوقات بعمله بزيت واوقات بعمله بسمنة يعني. بس يعني جوزي بيحبه بزيت اكتر من السمنة، فعشان كده اغلب الوقت بعمله بزيت. اوقات لو عندي زبدة بحط حتة زبدة وبعمله بيها، بيكون تحفة، بيكون خفيف وبيكون طعمه احلى من الزيت كمان. بس انا الزبدة خلصانة من عندي ما جبتش، بقالي فترة عايزة اجيب برضه يعني الايام اللي جاية. بعد كده هقلبه. انا هعمل رز بشعرية علشان بجد يعني عندي العيال بيحبوه وكمان جوزي بيحبوه، وانا كده كده ما باكلش رز يعني. فعملت برضو ايه الرز بتاعي، قلبت كده الشعرية بتاعتي وهبتدي كده ايه اظبطها كده، واول ما تاخد معايا لون كنت غاسلة الرز بتاعي طبعا، وهنزل كده بعد كده بكمية الرز بتاعي.
كنت غسلاها كده لحد ما تتصفى يعني وكده كويس، عشان ما تكلكعش معايا كده لما احطها على الشعرية يعني وكده. بس وابتدي كده ايه اضيف الملح بتاعي واظبط كده. عايزة تحطي مرقة حطي، مش حابة تحطي ما تحطيش السقف بالملح. انا اوقات برضو بحط مرقة، واوقات يعني بستكفى خالص كده بالملح يعني وكده. فبقول يعني بحاول اقلل من المرقة، لان سمعت ان هي بتجيب حاجات وحشة، فبحاول على قد ما اقدر اني اقلل منها يعني وكده. بس هنا ضفت كده المية للرز واسيبه كده لحد ما يستوي. وهنا بوريكم شكل البطاية كانت عاملة ازاي، بجد كانت تحفة وخطيرة. وده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد.